في ناس عندها موهبة إنها تخليك تشك في نفسك بكلمة واحدة، تعليق ساخر، مقارنة، تقليل من إنجازك أو هزار جارح. السؤال بقى ترد إزاي عليهم من غير ما تنزل لنفس المستوى؟ أول حاجة لازم تفهمها إن الشخص اللي بيقلل منك مش دايما بيكون هو أقوى منك، أحيانا هو بيحاول يحس بالقوة دي عن طريق إنه يصغرك أنت. لكن هنا رد فعلك مهم. لو انفجرت ممكن جدا ان هو يطلعك انت غلطان، ولو سكت ممكن جدا انه يتمادى. طب اتعامل ازاي؟ الطريقة الاولى الرد الهادي المباشر. ممكن تقوله انا مش مرتاح للطريقة دي في الكلام، ممكن انك تختلف معايا لكن من غير تقليل. الطريقة التانية السؤال الكاشف. قول له قصدك ايه بالتحديد من الكلام ده؟ السؤال ده بيخلي الشخص يواجه كلامه بدل ما يستخبى ورا الهزار. الطريقة التالتة عدم التبرير الزايد. مش كل تقليل محتاج منك محاضرة دفاعية، أحيانا الرد القصير أقوى بكتير. الطريقة الرابعة قلل الاحتكاك. لو الشخص ده بيكرر معاك الإهانة ومش بيتغير، المسافة هنا حماية مش غرور. كرامتك مش محتاجة صوت عالي، هي محتاجة موقف واضح. الهدوء مش ضعف، والانسحاب مش قلة احترام ومش هروب. واكتبوا لي في التعليقات لو تعرضتوا لموقف زي ده، وايه اللي انتوا بتعملوه في المواقف اللي زي دي. وحياة سوية مع اسلام انور، والسلام عليكم.